لعبت الكرة طويلة، محسن قراوي، جول! يا كبير يا محسن، يا القناص يا المميز، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا محسن قراوي؟ هدف كبير 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 لمحسن قراوي، واحدة لم أتخيل يوما ما أن يسجل لاعب من المنتخب اليمني كرة مثل هذه وفي شباك من؟ في عالم كرة القدم هذا الوحيد الذي يستطيع توحيد الكل خلف رايته، حلف مهما كانت المعطيات ومهما كانت النتيجة النهائية للمنتخب اليمني السعودي. والجماهير السعودية تحركت من الخبر من الدماء بالباصات لمؤازرة المنتخب السعودي، حاضرة في يمين المنصة الرئيسية في ملعب استاد المنتخب السعودي أمام المنتخب السويدي. هذه كانت البدايات، هجوم المنتخب السعودي، الكرة وصلت أحضان حارس المرمى سالم عوض، راح يتعب كثير، سالم عوض راح يتعب فيها. محمد سجل السعودية، أرى بأن المباراة ستكون صعبة، حكم ضرر يقول ما فيها شيء. جول التعادل، حتى ما عبري بعد محاولات مستمرة وصفرت حكم المباراة التايلندي سيفاكور بوادو، لكن حكم المباراة قال ما فيها شيء. هذه الكرة من حمدان ذهبت من الجميع ومن ثم أحد حتى يسجل. اللعبة خطير المنتخب اليمني، قراوي خطير، كرة إلى خارج أرضية الملعب، خطير محسن قراوي حين يحاول الهروب من عيب. شوف يسدد الكرة بهذه الطريقة بدون رقابة، سالم عوض بيده اليسرى بمساعدة القائم الأيسر، لكن الكرة في نهاية ثم سددها بيمناه، كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. الحل الوحيد للمنتخب السعودي هو استخدام سلاح التسديدات ومحاولة الأول بنتيجة التعادل. المحاولات راح تكون حاضرة في ظل وجود 4 في منطقة الجزاء. ذهبت الكرة من عمر الداحي وأطلق عودة بتعديل النتيجة. أولا هجوم خطيرة داخل منطقة التعادل، سالم عوض يتألق، تعود جول التعادل. نعم، هذا هو المتوقع، هذا هو الطبيعي، هذا هو الذي سيحدث في شوط المباراة الثاني حين يتقدم سالم الدوسري. الأخضر سيكشر عن انيابه في شوط المباراة الثاني، هذا ما سيفعله المنتخب السعودي، وبالتالي سالم الدوسري ضد أوزبكستان، ضد السعودية، بعد ذلك يأتي ضد منتخب فلسطين الذي يقدم عطاءات مميزة. مباراة أقوى المنتخبات حواليك ما قدرت توصل في بعض الأحيان. لعبت الكرة العالية بالراس، عبد الله الحمدان خارج أرضية الملعب، وهناك صافرة. شو السالفة؟ بلنتي، ضربة جزاء للمنتخب السعودي. ما الذي يحدث؟ حكم برشي يقول ما في شيء، يحاول